في 2023 أعلنت الخطوط الملكية المغربية عن خطة طموحة. الهدف هو الوصول لأسطول كيتكون من 200 طائرة من هنا ل 2037 مقابل تقريبا 50 طائرة حاليا. الأهرام قاموا بجولة كبيرة وزيارات المصانع بوينغ، أمبراير وحتى إيرباص. مصادر صحفية تكلموا عن صفقات محتملة لزيادة عدد البوينغ 737 ماكس والبوينغ 787 دريم لاينر، هاد الطائرات اللي كاينين حاليا في الخدمة بجانب لاطير 72 بوينغ 737 ان جي والأمبراير 190 وحتى طائرة الشحن البوينغ 767. نفس المصادر تكلموا على طائرة النوع ايرباص A220. في هذا الفيديو نتعرفوا اكثر على هذه الطائرة، نحاولوا نشوفوا نقاط القوة والضعف ديالها. ايرباص A220 هي في الاصل ماشي ايرباص وما عندها حتى علاقة مع المصنع الاوروبي. بروغرام بداه المصنع الكندي بومباردي في 2008 تحت اسم سي سيريز. النسخة الصغيرة سي اس 100 قدرت تطير أول مرة سنة 2013 ودخل الخدمة مع الخطوط الجوية السويسرية سنة 2016. في نفس السنة النسخة الأكبر السي اس 300 حتى هي بدأت الخدمة ديالها مع طيران البلطيق. إذن هنا كنتكلموا على طائرة مصوبة على قاعدة جديدة كليا، ماشي مجرد تغيير محرك أو تحديث أنظمة بحال A320 نيو أو البوينغ 737 ماكس. أجنحة بالكربون، المواد المركبة واللي كيخلي الطائرة خفيفة وكيساعدها في استهلاك الوقود. محرك حتى هو كان جديد كليا بالتكنولوجيا ديال الجيرد فان اللي الا بغيت نشرحها غادي خصني ليها حلقه بوحدها. بخلاصه الطائرات كانت اقتصاديه جدا على الورق وحلم كل شركه طيران، وفعلا في الرحلات الاولى ديالها تفوقت حتى على التوقعات. استهلاك وقود قليل، راحه اكبر للمسافرين وحتى الطيارين كانت كتعجبهم. سنه 2018 بومباردير دخلت في ازمه ماليه، البرنامج كلفهم اكثر من شنو كانوا متوقعين، وقع لهم مشاكل في الانتاج وتاخير الطلبيات، وزادت حتى بوينغ جراتهم للمحاكم من بعد ما بومباردير جاتها طلبيه ديال 75 طائره من دلتا ايرلاينز الامريكيه وتفرضوا على المصنع رسوم جمركيه ضخمه. هنا ايرباص تدخل على الخط في 2018 تستحوذ على اكبر حصه من البرنامج بنسبه 50.01%، واسم البرنامج غيولي هو ايرباص A220. وفي 2019 بومباردير انسحبت من البرنامج كليا، ولات ايرباص كتمتلك 75% من البرنامج والباقي مملوك لوكاله كيبيك للاستثمارات التابعه للدوله. A220 ماشي مجرد طائره للرحلات القصيره كما نقدروا نتخيلوا، وانما تقدر تخدم حتى في الرحلات المتوسطه بحال A320 والبوينغ 737. النسخه الصغيره اللي كتسمى سي اس 100 واللي ولات دابا هي A220-100 كيوصل المدى ديالها 3600 نوتيكال مايل اللي هي تقريبا 6700 كيلومتر، وتقدر تهز حتى ل 135 مسافر. اما بالنسبه للنسخه الاكبر A220-300 كتوصل المدى ديالها 3400 نوتيكال مايل اللي هي تقريبا 6300 كيلومتر بسعه اللي تقدر توصل حتى ل 160 مقعد. مقارنه مع A320 مثلا او البوينغ 737 كنلاحظوا انهم كيلعبوا تقريبا في نفس المدى، ولكن عدد المقاعد اقل في A220 وهادشي يقدر يلعب ضدها ومعها على حسب الشركه والخطوط اللي كتشغل. دابا ندوزو للعيوب ديال الطائره اللي يقدروا يخليوها تولي عبء كبير على الشركه اللي مخدماها. اول مشكل واكبرهم هو المحرك ديالها. البراط ويتني 1500 جي واللي بسبب حوادث توقف مفاجئ للمحرك وسط الرحله ان فلايت شات داون وتآكل غرفة الاحتراق بسرعة، المشغلين كيتفرض عليهم يغيروا المحرك أو يصيفطوه للشوب من أجل صيانة ثقيلة اللي ما يمكنش داروا المحرك راكب في الطائرة، بالإضافة لقطع الغيار اللي كتاخد الوقت قبل ما توصل للمشغلين نظرا للطلب الكبير ومشاكل في سلسلة التوريد. هادشي كيخلي تقريبا 15% من الأسطول العالمي لهاد الطائرة موقف، وشركات بحال الخطوط الكورية أو المصرية اضطروا أنهم يوقفوا حتى 40 أو 50% من الأسطول ديالهم. مشاكل أخرى بحال الأكسدة بانت مؤخرا في بعض من الأسطول العالمي لهاد الطائرة. السؤال هنا هو علاش ما ناخدوش A320؟ الطائرة مجربة وما فيهاش كاع هاد المشاكل. خاص نعرفوا أنه A320 نيو كتجيب محركين سي اف ام ليب والبراط ويتني 1100 جي، نفس عائلة المحرك اللي راكب في A220 واللي عنده تقريبا نفس المشاكل. السبب الثاني هو الانتظار. A320 نيو عليها ضغط كبير، وعلى ما تجي توصلنا النوبة حتى غادي تكون خرج شي جيل جديد من طائرات الرحلات المتوسطة، وهادشي غادي يخلينا ديما متأخرين وما مواكبينش العصر. الخلاصة A220 طائرة اللي رائعة وتجربة الطيران فيها مريحة وجد اقتصادية في استهلاك الوقود، لكن المشاكل ديال المحرك والسبلاي تشين ديال الموردين يقدروا يضربوا هادشي كامل في الزيرو ويخليو الطائرات غير مربحة لشركة الطيران. خليونا الآراء ديالكم، واش الأهرام خاص يشريو الإيرباص A220 ويتمنوا أنهم من تما يتحلوا هاد المشاكل أو يبعدوا من هاد الطائرة؟